بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هتاكلي معايا أحلى صينية بطاطا ممكن تعمليها. الصينية دي فيها تركة خطيرة هتنقلها في حتة تانية. أول حاجة أنا معايا 2 كيلو ونص من البطاطا، قشرتها طبعا وغسلتها زي الفل، وببتدي أقطعها بالطريقة دي. خلاص، طرنشات تخينة شوية، مش رفيعة قوي. ومعايا كوباية واحدة بس من السكر. هقطع البطاطا واحطها هنا في الحلة دي زي ما احنا شايفين كده، ومعاها كوباية واحدة بس من السكر على ال2 كيلو ونص. خلاص كده المقادير لحد كده تمام. عايزة تقسمي المقادير قسميها، تزودي زوديها. وكوباية واحدة من المية. انا هسوي البطاطا دي ازاي؟ مش هسلقها خالص، السليق بيضيع طعمها. هغطيها بالغطا وارفعها على نار هادية جدا واسيبها، بتاخد حوالي نص ساعة بتستوي، بتبقى هايلة زي المشوية بالظبط، وبيبقى طعمها جميل جدا. ادي نتيجة طريقة التسوية. شايفين البطاطا دابت ازاي؟ انا لسه ما هرستهاش، في منتهى الجمال. بجيب كوباية من اللبن الحليب وبحطه على كمية البطاطا اللي موجودة عندي، ومعايا سكر حسب الرغبة. وما ننساش ان احنا كنا حاطين كوباية سكر فيها وهي بتستوي، فزودي سكر على حسب الرغبة. معايا كوباية صغيرة خدت نصها بس سمنة سايحة. والمكون الاساسي في البطاطا عندي اللي بيخليها في حتة تانية هو جوز الهند والزبيب. اذا حبيتي، احنا بنحبها بالاتنين، بس الاساسي في البطاطا جوز الهند. خلاص، حطيت شوية جوز هند وزبيب على قد الكمية كده، حبة حلوين. وبتبتدي تخلطي المكونات دي وتهرسي البطاطا معاها. البطاطا زي الكريمة يا جماعة، دايبة دوب، حلوة جدا. النتيجة هتفاجئوا بيها ان هي روعة. وفي تركة في التسوية هبقى اقولها لكم. التركة دي حصري عند ماما بطة، صدقوني هتخلي البطاطا هتعمليها كل يوم من حلاوتها وجمالها. يلا بقى انزلولي كده باللايكات وشجعوني علشان ناكل النهاردة احلى صينية بطاطا في بيت ماما بطة هنا. خلاص كده خلصت كمية البطاطا وهرستها. عندي هنا صينية مقاس 32، وطبعا انا مولعه الفرن سخن على درجه حراره 200 قبلها مثلا بربع ساعه. وبدهن الصينيه بتاعتي بالسمنه، سمنه بسيطه كده بدهن بيها الصينيه. وزي ما قلت لكم الصينيه دي مقاس 32، لان انا معايا ما شاء الله الكميه كبيره شويه، 2 كيلو ونص بطاطا، فهم يا دوبك على الصينيه. خلاص، بحط البطاطا بتاعتي في الصينيه وببتدي اظبطها تتظبط كويس معايا. بسويها كده زي ما احنا شايفين. خطوات سهلة بس بتديكي نتيجة روعة. يعني صنف حلو سريع وجميل وطعمه هايل، وكمان شتوي، يعني هو شتوي قوي، الاولاد هيحبوها جدا منك. اظبطي بقى صينية البطاطا زي ما احنا شايفين كده، وشوية سكر بودرة نرشهم على وش صينية البطاطا علشان يكرملوا ويدوني لون حلو اثناء التسوية. ادي كده صينيه البطاطا جاهزه لدخولها الفرن. الصينيه دي بتقعد في الفرن مش اقل من ساعه. غلط انك تقولي ان الصينيه مكوناتها كلها مستويه. انا مش عايزه مجرد لون بس يعمل كرمله للبطاطا، لا، انا عايزه البطاطا نفسها تتكرمل. هنا هتاكلي احلى صينيه بطاطا ممكن تدوقيها. شايفين لون البطاطا لما استوت الساعه بالظبط في الفرن اتغيرت ازاي؟ بقت في منتهى الجمال، اللون نفسه بقى جميل، والبطاطا اتكرملت. هتلاقي تغيير كمان في طعمها وهتبقى جميله، هتاكلي منها ما تشبعيش. يلا بقى ادوني لايك وشير كتير النهارده لاحلى بطاطا هتاكلوها في بيت ماما بط. اديني هنا قطعت قطعة منها. شوفوا بقى كده تسوية جميلة ازاي، وهي نفس التخانة بتاعت قطعة البطاطا جميلة. وتحياتي ليكم.